انتوا عارفين انا بحب الشوبينج قد ايه، ودايما بحب اقول لكم تجيبوا احلى الحاجات منين. دايما كانت بتواجهني مشكله ان الحاجه اونلاين بتبقى شكل ولما توصل لي بتبقى شكل تاني خالص. اللي فرق معايا الفتره الاخيره ان انا ابتديت استخدم ابلكيشن كنز، وده الفرق ما بينه وما بين اي حاجه تانية، ان انتوا بتقدروا تشوفوا البرودكت على الطبيعه من خلال فيديو الناس استخدمته قبل كده، بدل ما تفضلي محتاره هو ده مظبوط ولا لا، ده هينفع ولا لا. انت بجد بتشوفي البرودكت قدامك كانك ماسكه في ايدك. كل حاجه موجوده عليه، فاشن، موبايلات، الكترونكس، هوم اند فرنتشر، كل حاجه تقدري تاخديها من مكان واحد. بس في كمان سيكشن لوحده ليه علاقه بالبيوتي والسكين كير برودكتس، كله عليه ديسكاونتس. المفاجاه ان الاسعار كلها اقل من اللي في السوق. بس كده انت ممكن تقسطي الكارت اللي انت اشتريتيها مع انظمه تقسيط مختلفه موجوده على الابلكيشن. اكتر بقى سيكشن لذيذ قوي في الابلكيشن هو السيكشن بتاع الهدايا بتاعتك، وده بيبقى فيه كل البرومو كودز اللي ممكن تستخدموها قبل ما تنتهي الصلاحيه بتاعتكم انتوا لوحدكم. عشان كنز مش زي اي ابلكيشن، كمان في جوه لعبه انا بحب العبها قوي كل يوم. بخش واحل سؤال، هو بيبقى سؤال عام عادي جدا، بيبقى سهل، بيبقى افلام ومسلسلات. فتعالوا نشوف النهارده في سؤال ايه. محمود عبد العزيز غنى في كام فيلم؟ 5 ولا 3 ولا 4؟ 3. غلط، هجرب مرة كمان. 5. ياي صح. هدية النهاردة من كنز خصم 10% بحد أقصى 100 جنيه انت عايزاه ما عدا السوبر ماركت. عندكم مشكلة في ان انتوا تشوفوا البرودكت الأول؟ كنز هو الحل.